انا بغيب غيبتي وارجع بهيبتي، وعشان كده جاي اقول لك خبر ان الاهلي هيلعب بطوله جديده اسمها كاس الافرو اسيوي. طبعا كاس الافرو اسيويه ديت بطوله كانت معموله زمان واتلغت. اللي ما يعرفش البطوله يعني، دي كانت بطوله بتتعمل بين بطل دوري ابطال افريقيا وبطل دوري ابطال اسيا، بيلعبوا بعض واللي يكسب بيبقى بطل بطوله اسمها الافرو اسيوي. البطوله دي بطوله قاريه، فالاهلي بطل دوري ابطال افريقيا، العين الاماراتي بطل دوري ابطال اسيا. الاثنين هيلعبوا مع بعض في شهر واحد اللي جاي، واللي هيكسب هيبقى بطل كاس الافرو اسيويه وهياخد 3 مليون دولار. الماتش بنسبه كبيره هيتلعب في الامارات لحد دلوقتي يعني. طبعا في جمهور تاني قاعد عمال يتفرج على انجازات النادي الاهلي وحجم البطولات الجديده اللي بيشارك فيها، اللي هي بطولات قاريه، اللي هو ما يعرفش حاجه خالص على انه خد الكونفدراليه. فهنعمل بطوله جديده للزمالك هيبقى اسمها بطوله الكون بيضه الطريه، او الكون حصلت البطوله الافريقيه. والبطوله ديت الزمالك هيشارك فيها لوحده، لان طبعا ما فيش حد متميز في الدور ده اللي هو حصلت البطوله الافريقيه او البيضه الطريه غير نادي الزمالك. فالزمالك هيشارك، ولما يكسب هنديله مثلا لكل لاعب طبق بليله او طبق كشري، او مثلا هنجيب له بطتين من حمام السباحه نذبحهم له عشان يرم عظمه كده، ويشوف بقى البطولات اللي هيبقى فيها حصاله بعد كده. انا بس بعد ما سمعت خبر بطوله الافرو اسيويه ديت وان احنا هنلعب العين الاماراتي، افتكرت نادي الهلال السعودي. طبعا نادي الهلال السعودي يا عيني العين الاماراتي شطفوا في دوري ابطال اسيا، وخدوا رايح جاي وطلعوا من البطوله، وكان في الدور اللي قبل النهائي. فانا بقول لك كنادي اهلي ابشر ايها السعودي ان احنا هنجيب لك حقك، وطبعا زي ما بنديك 4 هنحاول على الاقل ندي العين الاماراتي 1 أو 2، المهم ناخد منه الكاس على طول ونفرحك ونبقى جبنا لك حق. ما هو احنا كاهلاويه موعودين، هو الراجل دايما موعود بكده ان هو يجيب حق الفرق الضعيفه اللي بيكسبها او بيحط عليها. في قاره افريقيا هو السبب في الحفاظ على سمعه الكره المصريه وبيجيب حق البيضه الطريه. في قاره اسيا بيجيب حق الهلال اللي العين الاماراتي مطلعه من قلب السعوديه. فقريبا الاهلي بطل افريقيا وبطل اسيا عن طريق كاس اسمه كاس الافرو اسيوي. باي من غير زوم.